مرحبا مرحبا، اليوم رح أخذكم معي لوحدة من أغرب وأكثر المدن تناقضاً بالهند، مدينة كولكاتا. هالمدينة اللي كانت عاصمة الهند أيام الاحتلال البريطاني. هاي حرفياً مو بس مدينة، هاي عالم كامل لحاله. هون رح تشوف أفخم القصور الاستعمارية جنب أحياء شعبية معجوقة بشكل ما بتتخيل. هالمدينة يلي يمكن الوحيدة بالعالم يلي فيها ناس بتعبد الإله الهندوسي كالي، يلي بيمثل القوة يلي بتدمر الشر والغرور والجهل. والمدينة غالباً اسمها إجا من هون. وبهالفيديو راح أحكي لكم كيف استغلينا زيارتنا لهي المدينة وسافرنا على بعد 3 ساعات لمدينة تانية اسمها مايوبور، المدينة يلي بيسموها عاصمة الروحانية العالمية، يلي فيها واحد من أضخم المعابد الهندوسية الحديثة بالعالم. مايوبور مدينة بيجيها الناس من أكثر من 100 دولة ليعيشوا حياة كاملة بلا لحمة وبلا كحول. اليوم رح نكتشف سوا كولكاتا الصاخبة ومايوبور الهادي، بين الفوضى والروحانية، بين الاستعمار البريطاني والهند المقدسة. يلا فعل زر الجرس وخلينا نبلش رحلتنا سوا. وطبعا ما فينا نفوت بهالمعمعة بلا أكل، فرحنا لمطعم أرسلان، واحد من أشهر الأماكن يلي ناس بتقصدوا مخصوص لطبق البرياني الشهي. برياني كولكاتا مختلف عن أي برياني تاني بالهند، أخف بالتوابل وأهدى بالنكهة، وغالبا بيكون لحم يا غنم يا معز. وبعدها تحلينا بالكولفي. الكولفي هي البوظة الهندية التقليدية. هون الحليب بينغلى لساعات طويلة لحتى يصير مركز وكثيف جدا، بعدها بينضاف عليه فستق أو زعفران مانجا أو هيل، والطعم بيطلع أغنى وأتقل بكتير من البوظة العادية. واحد من الأماكن المهمة اللي لازم تزورها إذا جيت على كولكاتا هي كوليج ستريت أو شارع. بعد الغداء دخلنا على واحد من أغرب الأماكن كولكاتا، بوي بارا أو حي الكتب. هالمكان يعتبر أكبر سوق كتب مستعملة وجديدة بالهند، من الأكبر بآسيا. طول السوق حوالي 1.5 كيلو، وفي مئات المكتبات والبسطات يلي في منها شغال من أكثر من 100 سنة. هون فيك تلاقي كتاب طب عمره 50 سنة أو نسخة نادرة من رواية اختفت من السوق من زمان. ولهالسوق بيجي طلاب من غير مدن ليشتروا كتبهم الجامعية، لأنه الأسعار ببساطة هون أرخص بحوالي 70%. وعلى فكرة أصحاب البسطات والمكتبات هون بيعرفوا مكان كل كتاب من ذاكرتهم، بس لا كمبيوتر ولا نظام ترتيب. وإذا سألتوا عن شي كتاب نادر من عشرات السنين بينكش لك إياه وعلى السريع. ومن هنيك دخلنا على عالم مختلف تماماً، الفوضى الحقيقية، زحمة، زمامير وعياط. سوق شاندي تشوك، هالمكان يعتبر من أقدم وأشهر الأسواق التجارية بالمدينة. منطقة فيها آلافات المحلات الصغيرة الملزوقة ببعض بطريقة بتخليك تضيع بسهولة. هون رح بتلاقي كل شي بيخطر على بالك، وأساساً الناس بتقول إذا ما لقيت غرضك هون ما رح تلاقيه في كل كولكاتا. والمبازرة هون ما خيار، المبازرة هون قانون. إذا اشتريت بدون بازار غالباً رح تكتشف بعدين إنك دفعت ضعف السعر بالأقل. أسماء المحلات شوي ما بتزبط على وبعدها صار لازمنا بريك صغير نرتاح فيه ونهدى الإيقاع شوي، ورحنا على واحد من أرقى وأشهر المقاهي بكولكاتا، مقهى فلوريس. هالمكان مو مجرد كافيه، هذا قطعة من تاريخ المدينة نفسها. وأخيرا قطعة حلو طبيعي. مقهى تأسس من أيام الاستعمار البريطاني ولسه محافظ على طابعه الكلاسيكي الأوروبي القديم، بس السهرة الفعلية كانت على السطح بمطعم اسمه هاشتاج، مكان بأجواء شبابية مع موسيقى ظريفة وطاولات، في منا جوا وفي منا مفتوحة على السماء، ومن هالروف تقدر تشوف أضوية المدينة تحتك عم توصل رغم ضباب التلوث. بالليل وجينا نجرب بان بواحد من أشهر المحلات هون كولكاتا. وبآخر الليل ونحن راجعين على الأوتيل وقفنا عند واحد من أكثر المشاهد الهندية التقليدية يلي بينختم فيها اليوم، لاكس مانز، محل مشهور بكولكاتا لبيع البان. والبان هو هالمثلث الصغير المعمول من ورقة نبات البان، وعادة بينحشى بمكونات مختلفة، جوز هند، سكر أو حتى مكسرات. حلو وفريش، بيتاكل عادة بعد الأكل أو بآخر اليوم لتنظيف التم وتحسين الهضم. ومني وعلي ما حبيته. Different too. And you're not speaking. What do you feel? Tobacco. No, it's not tobacco. وتاني يوم من الصبح بكير وقبل ما المدينة تصحى منيح طلعنا واتجهنا نحو الشمال.
ومن أول طريق بتحس إنه المشهد عم يتغير تدريجيا، الزحمة عم تخف، الضجة عم تخف، واللون الأخضر عم يزيد. وإذا دققت شوي على الطرف رح تشوف كميات من الساري الحريري المعلقة على حبال لينشف على الشمس. أما الوجهة فهي مايابور، مدينة تعتبر مركز ديني وروحي كبير تابع لحركة إشكون، وبيجيها زوار من أكثر من 100 دولة حول العالم. هالمدينة معروفة إنها مكان بيجمع آلاف الناس يلي بدهم يعيشوا حياة بدون لحمة وبدون كحول وبدون صخب المدن. والشيء اللي بيصدم فيها إنه رغم صغر حجمها فيها واحد من أكبر المشاريع الدينية الحديثة بالعالم، يلي عم يتطور بشكل مستمر ليكون مجمع ضخم جدا على مستوى عالمي، مجمع إشكون. وهذا كان وجهتنا الأولى. وإشكون هي تيار من الديانة الهندوسية اسمه وعي كريشنا. جولتنا بلشت من القسم القديم من المعبد، والانطباع الأول كان رهيب. أصوات تراتيل المانترا عم تتكرر بهدوء، ريحة البخور معباي الجو، والناس عم تتحرك بانسجام غريب كأنها جزء من نظام واحد مو مجموعة أفراد. من أكثر المشاهد يلي علقت بالذاكرة عندي هي لحظة فتح البرادة عن التماثيل المقدسة. في أوقات محددة خلال اليوم تنفتح قدام الزوار وبيتقدم إلى الصلوات بشكل جماعي. اللحظة فيها هيبة وغرابة مفرطة، طقس قديم ما تغير من مئات سنين. هالطقس المتكرر بهالاسم القديم بتحس إنه عاش سنين طويلة وشاف آلاف البشر. حد القسم القديم عم يبنوا المشروع الأضخم، المعبد الجديد يلي لسه تحت الإنشاء بس واضح إنه رح يكون عظيم. وعلى الطرف تشوف هاي الطوابير من برنامج براسادام يلي يعني الأكل المقدس، يلي بيتوزع كجزء من الخدمة الروحية لأي حدا بغض النظر عن دينه وجنسيته وعمره. من وراء هذا التيكت ساهمنا أن نشتري 100 قطعة أرميد. وبعدها أخذنا طريقنا باتجاه النهر لنعمل تجربة ما بتتكرر كل يوم. ركبنا عبارة مليانة ناس من هدول اللي بتشوفهم بالستوريات تبع الهند. المشهد نفسه تماما أنا شايفه بالصور بس بقلب قطار مو عبارة. مع هالعبارة قطعنا النهر باتجاه الجزء القديم من مايابور. وكل ما قربنا من الضفة الثاني بتبلش بتوضح المعالم المختلفة تماما، أبراج صغيرة، معابد قديمة، وأجواء أهدى بكتير. مايابور القديمة فيها كثافة معابد ومراكز دينية بشكل ملحوظ، وكل زاوية تقريبا فيها مبنى له قصة أو طقس أو تاريخ. وبالتوك توك قطعنا شوية أمتار لنوصل لأشرم نار هاري دام، معبد ومركز روحي ووجهة مهمة للحجاج والزوار يلي بيتبعوا مذهب الغوديا. جوا في متحف بسيط في تماثيل للآلهة، وبرا في حديقة بنصها في تمثال مصنوع من الألياف بطول 60 قدم. أما لمين هالتمثال فهو لهذا الإله يلي راح أكتب اسمه على الشاشة لأنه مستحيل ينحفظ. أما هذا فهو معبد عمره فوق 600 سنة ومخصص للإله ديفي بوراما يلي بيعتبروه الحامل للمدينة. والمعبد بحد ذاته موجود تحت شجرة عمرها مئات السنين، وبيقولوا إنه هالمكان رغم إنه موجود بوسط هالعجقة بس بيعطي رياحة نفسية، يلي أنا شخصياً ما حسيتها. رجعنا بالعبارة لنختم زيارتنا لمايابور بجولة بشوارع الغريبة، وبعدها أخذنا طريقنا لكولكاتا. طريق كان بيجلط، زحمي، وهو أساساً طويل فوق 3 ساعات. هالمشاهد هاي معنا محصورة بمنطقة محددة أو شارع محدد. أنا هون كنت عم بشرب أغرب فنجان قهوة بلاونج الأوتيل وأنا صافن بهالعالم. على كل يومنا الأخير بكولكاتا بلشناه من الصبح من مكتبة أكسفورد، مكتبة عريقة وموجودة بشارع عريق بكولكاتا اسمه بارك ستريت.
أنا اليوم بنغالي، أنا طلبت شيء باللحمة، هو طلب شيء بالسمك. غدا مخبص بمطعم بنغالي قبل ما نروح لنزور دير الأم تريزا. مكان بسيط كتير من برا، لا فخامة ولا بهرجة، بس أول ما بتدخل بتحس بهدوء غريب. هذا المركز هو المقر الرئيسي يلي أسسته الأم تريزا، يلي اشتهرت عالمياً بأعمالها الإنسانية مع الفقراء والمحتاجين بكولكاتا وحوالين العالم. وأول محطة كانت عند ضريح أو قبر الأم تريزا، ومثل ما شايفين القبر نفسه موجود بهالقاعة البسيطة، حجر، زهور، إضاءة هادية، والناس عم تيجي من كل العالم لتوقف لحظة صمت هون. وبعدها شفنا الغرفة اللي كانت تعيش فيها، غرفة صغيرة بشكل صادم، سرير بسيط، مكتب صغير، وأغراض شخصية قليلة كتير. وبالطابق التحتاني زرنا المتحف الصغير، فيه بتلاقي صور، رسائل، وأشياء بتوثق حياة الأم تريزا وشغلها بالشوارع، وخصوصا مع الفقراء والمصابين والمهمشين. زيارة هالمكان بيختم جزء مختلف من الرحلة، جزء بيخليك تشوف كولكاتا كمساحة فيها فقر، ثقافي، دين، إنسانية، كله مع بعض. وآخر محطة إلنا بكولكاتا كانت لما كان بيحمل طابع مختلف تماما، كنيسة القديس بول، هالمكان يلي انبنى تقريبا بالقرن ال19 خلال فترة الحكم البريطاني، ولليوم لسه محافظة على قيمتها الدينية والتاريخية. هلأ لسه بكولكاتا في شغلات كتير تنزار، بس نحن ما ضل عنا وقت غير للعشاء، ويلي كان مطعم معروف كتير اسمه موغامبو، يلي من أول ما بتدخله بتحس إنك رجعت لزمن تاني. ديكور قديم بطراز أوروبي، وإضاءة خفيفة، وطاولات فيها طابع كلاسيكي بحت، كأنه هالمكان محافظ على روحه من عشرات السنين بدون ما يتغير. ومع هالعشاء الرايق ختمنا زيارة كولكاتا، يلي هي كانت بالأساس آخر رحلات الهند. بس الرحلات لغير بلاد ما خلصت. بقى إذا عجبك الفيديو وحابب تشوف يلي جاي، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس. سلام.